السهل الممتنع وعبد الله السعيد. كتير مننا بيسأل ليه جوزيه جوميز بيتفوق على كولر؟ هقول لك ليه. السر في وسط ملعب الزمالك، السر في وجود عبد الله السعيد ومعاه ناصر ماهر ودونجا اللي بشوفه لاعب منظومة. في المقابل هتلاقي أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور لعيبة مش بتمتلك كتير من عنصر السحر في رجليها. عارفين في مقولة كتير مننا بيرددها، مقولة السهل الممتنع، لكن دايما هتلاقي ترجمتها عند لاعب واحد بس، هو عبد الله السعيد. تفاصيل كتير بتتنفذ وبنشوفها بسيطة، لكن مش سهلة على أي شخص إن يحققها لك. بس وجود عبد الله السعيد بمثابة مدير فني في الملعب وفي غرفة الملابس أعطى خبرات لعناصر السكواد ووعي وضبط نفس واتزان ذهني. طيب ليه عبد الله السعيد مدير فني في الملعب؟ عبد الله السعيد هو اللاعب اللي بينطبق عليه الأربع مواصفات في أي مدير فني بيدور عليهم في أي لاعب: التكتيكال والتكنيكال والفيزيكال، وده واضح عليه في المجهود البدني اللي بيقدمه في الملعب كلاعب 39 سنة، والورك اسكس، السلوك الذهني والانضباطي اللي أضافه في الملعب وغرفة ملابس الزمالك. شوف معايا هنا في الكرة الثابتة، هو لاعب من أفضل اللعيبة اللي هتلاقيهم بتقف على الكرة الثابتة، وهتلاقيه بينفذها في مكان مؤثر بغض النظر عن تمركز خطوط المنافس أو جودة حارس المرمى. طيب كدستروي، أنا وأنت متعودين إن عبد الله السعيد لاعب بلاي ميكر، لكن مع جوزيه جوميز البوزيشن اختلف وأصبح لاعب بوكس تو بوكس، وإن مش بس هيكون الرجل الأول في عملية البيلد أب، ده هيكون من أهم المتواجدين في افتكاك الكورة من الخصم، والصورة بتثبت لينا ده وبتوضحه. تعال شوف معايا في المشهد ده، في اللحظة اللي بيكون فيها بريس من بنتايك على بيرستاو، شوف البوزيشن اللي واخده عبد الله السعيد في انه يفسد التمريرة ويستخدم اسلوب السهل الممتنع في تمرير الكرة. طب شوف معايا هنا كلاعب تكتيكال في المشهد اللي عبد الله السعيد بيبدأ فيه رحلة بناء اللعب وبيدي الكرة لناصر ماهر. عبد الله لما لقى ان ناصر ماهر جميع زوايا التمرير مقفولة عليه، بحركة بسيطة منه رحل نفسه عند اكرم توفيق وخلى دونجا اوبشن وحل لناصر ماهر. طب شوف معايا هنا تحرك عبد الله السعيد في اللحظه اللي بيستلم فيها عمر جابر الكره وبيسلمها لزيزو. عبد الله السعيد بينزل في ظهر حسين الشحات وامام عاشور ومروان عطيه، وبيجبر مروان عطيه وامام انه ياخدوا خطوتين للخلف. دونجا هنا بيشاور لزيزو، بس الاهم هنا شوف عبد الله السعيد وتوجيهه لزيزو وثقه زيزو في التوجيه اللي بيديهوله عبد الله السعيد، وان هينفذ الرؤيه والفيجن بتاعت عبد الله السعيد اللي بيطلبها منه. وهيكون برضه عبد الله السعيد لينك اب ليه جيد في التوقيت اللي لعيبه الاهلي قافله عمليه الربط بين بنتايك وشلبي. شوف عبد الله السعيد عمل ايه وسهل عمليه الخروج بالكره وعمل عمليه ربط ما بين بنتايك ومصطفى شلبي. شوف معايا هنا عبد الله السعيد عايز يستلم الكره من دونجا، وطبعا زوايا التمرير مقفوله على دونجا. شوف عبد الله السعيد وتوجيهه لزيزو وانه يطلب منه انه يدخل منطقه الزون 14، وده ليه؟ علشان يسحب معاه مروان عطيه، وان يكون عبد الله لاعب حر في الوقت ده ويستلم الكرة بكل سهولة. ومش بس كده، ده هيستخدم اسلوب السهل الممتنع وهيتخذ قرار سريع في وقت مناسب، ويخلي اللاعب اللي طالع ده رايح في منطقة مؤثرة عند الخصم. ده بسبب ايه؟ الرؤية والفيجن بتاعت عبد الله السعيد. وده مشهد مختلف من مباراة مختلفة. شوف فن تعامل عبد الله السعيد، وان يعمل كي باص واحد في جزء من الثانية اصبح مصطفى شلبي في مواجهة مباشرة على المرمى. عبد الله السعيد حالة فنية استثنائية، اسكواد الزمالك محظوظ بيه. كلمة وعي خططي بتنطبق على عبد الله السعيد، وبشوفه ان هيكون مرجع للاعبي وسط الملعب مش بس في الزمالك، لا ده في الدوري المصري. عبد الله السعيد اعتقد انه اللاعب الوحيد اللي في الدوري المصري ينطبق عليه مصطلح السهل الممتنع. ليه؟ لانه بمثابة مدير فني داخل الملعب، وسكواد الزمالك عبارة عن قطع شطرنج وهو المحرك الاساسي ليهم. عبد الله السعيد بالظبط عامل زي القلب اللي بيضخ الدم لجميع الاعضاء اللي في جسم الانسان. علشان كده هتلاقي جمهور الزمالك وراه بيدعمه وفي ظهره، علشان كده هو اسطورة استثنائية. وعن الجمهور محتاج كتب وروايات وصفحات كتير عشان تكتب عنه، وبرضه مش هتديله حقه. جمهور الزمالك هو اعظم جمهور في الكون لأكبر قلعة رياضية في مصر.